على الشارع المغربي في مدنه، في أريافه، في المغرب العميق مع إخوانه في قطاع غزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشكر الجزيل لإخواننا في قناة المغاربي على هذه التغطية المتميزة لهذا العدوان الشرس الهمجي الذي مارسه الصهاينة على أهلنا في غزة، لأترحم على أرواح الشهداء. أسأل الله عز وجل أن يتقبلهم عنده في أعلى عليين، وأن يوافي مكلومين من أهلنا في غزة. أخي الكريم، الموقف الرسمي المغربي لم يختلف نهائيا عن الموقف الرسمي العربي، ليس في هذا العدوان فقط، ولكن في كل الحروب السابقة التي مورست على أهلنا في فلسطين جميعا. لم يخرج عن نطاق التشجب الرسمي، ولم يكن نهائيا في مستوى هذه الحرقة التي يعيشها الشعب المغربي، وما عبر عنه من خلال خروجه في عشرات المسيرات وعشرات الوقفات في ربوع المغرب، من شرقه إلى غربه، من شماله إلى جنوبه. وقد كانت المسيرة المشهودة في الرباط رمضان، يوم الأحد الأخير في رمضان، كانت مسيرة مشهودة إذ عرفت حضور عشرات الآلاف من المغاربة من مختلف الأطياف، مختلف المكونات، ونادت بصوت واحد دعما لغزة. المجتمع المغربي بكل مكوناته هو مجتمع متضامن مع الشعب الفلسطيني في قضيته، وشعب متبني للقضية الفلسطينية، محب لأهلنا في فلسطين، مساند لهم، ليس فقط في هذا العدوان، كانت في كل مراحل أشكال العدوان السابقة. المجتمع المغربي انتفض بأشكال مختلفة، وأيضا في محاولة إعادة الإعمار لغزة الشعب المغربي ساهم بأطياف مختلفة من مكوناته السياسية والمجتمعية، كان حاضرا في زيارات مختلفة لغزة وفي محاولات إعادة إعمار مدينة غزة. فإذا المجتمع المغربي الآن في هذا العدوان الأخير، نظرا لحجم الدمار ونظرا لحجم الشراسة التي تعامل بها الصهاينة مع الأطفال ومع الشيوخ ومع الأبرياء في غزة، كانتفاضة الشعب المغربي كانت أعمق. ولا زلنا لهذا الأسبوع الآن لا زالت هناك مسيرات منظمة. اليوم على الساعة 6 مساء ستخرج مسيرة إن شاء الله في مدينة طنجة، ويوم الأحد مسيرة شعبية في مدينة أكادير، وغيرها من المدن التي تعرف أشكال من الخروج في تظاهرات تعبيرية تعبر عن صدق تبني القضية الفلسطينية وصدق تبني ومعايشة الآلام التي يعيشها أهلنا في فلسطين. قرأت بعض الأخبار دكتور رشدي، قرأت بعض الأخبار لكن لست متأكدا منها، فقط أنت أكدها أم فندها. تدور حول مشاركة بعض الأفراد الجالية اليهودية المقيمة في المغرب في هذه الحرب، هل هذا صحيح؟ هناك ادعاء بأن، على حال بعض الأخبار أوردت بعض الوكالات بأن هناك مغاربة من أصول أو يهود من أصول مغاربة مشاركون في هذه الحرب، ولكن أن يكون هناك مغاربة يعني يهود ذهبوا من المغرب للمشاركة في الحرب، هذا أمر استبعده بشكل كبير جدا. ولكن هناك مغاربة أو يهود مغاربة ومن أصول مغربية يعيشون داخل الكيان الغاصب، طبيعة الحال يشاركون ويساهمون في أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني. طيب دكتور رشدي، الآن نعود إلى هذه المرحلة التي دخلتها المقاومة. هم يريدون أن تضع هذه الحرب أوزارها وتتم. طبعا كل حرب تنتهي بمفاوضات بمباحثات، لكن قلوب فلسطين بصفة عامة والعرب والمسلمين عامة متجهة للقاهرة إلى ما ستسفر عنه هذه المباحثات والمفاوضات مع الطرف الثاني الذي يعتبرونه عدوا لهم وهو إسرائيل. كيف ترى أنت هذه المباحثات؟ هل هي صعبة؟ هل ستأتي بما لم تأتي به المباحثات من قبل؟ هو الآن غزة تخوض معركة على جبهتين، هناك الجبهة العسكرية، نعم، وبطبيعة الحال ما وكبها من حرب إعلامية أيضا، والآن هناك معركة سياسية شرسة لا تقل شراسة عن الحرب العسكرية. لا شك أن الصهاينة يعولون بشكل كبير جدا، وهذا ما نلمسه ونسمعه ونقرأه يوميا، على دعم بعض الأطراف العربية وبعض الأطراف الدولية ومساندتها لهم في المفاوضات مع أشقائنا الفلسطينيين. ولا شك أيضا أن حجم الصمود الذي أبداه الشعب الفلسطيني وهو صمود معجز، صمود فيه كثير من الكرامات الإلهية، يظهر فيه كثير من بشكل واضح جدا التأييد الإلهي الرباني.
لا شك أن هذا الصمود هو أيضا يجب أن يكون له ثمن سياسي، وهذا ما نلمسه أيضا في تصريحات القادة الفلسطينيين. وبالمناسبة نحن نشد على أيدي هذا الائتلاف وهذا التوحد في الموقف الفلسطيني، ونسأل الله عز وجل أن يستمر وأن يدوم، لأن فيه خدمة كبيرة للقضية الفلسطينية. فالموقف الفلسطيني هو أيضا مسنود بصلابة وقوة وصمود المقاومة وشعب المقاومة، وهذا هو الأمر الأساسي والمهم، أن شعب المقاومة يسند المقاومة. وقد رأينا هذا اليوم خروج مسيرات في غزة مساندة، ورأينا الموقف في الضفة الغربية. فإذا بطبيعة الحال هي معركة ليست بسهلة، ولكن وسيحاول الصهاينة إلى آخر دقيقة المفاوضات أن يناوروا وأن يحتالوا على المطالب العادلة لإخواننا الفلسطينيين، إخواننا في غزة. ولكن إن شاء الله عز وجل نتيجة تغير المناخ الدولي ونتيجة تغير المزاج العالمي ونتيجة ما يحصل الآن، إسرائيل محصورة في الزاوية، وما ستأتي به الأيام هو عزلة إسرائيل. هناك مقاطعة عالمية الآن بدأت تظهر للبضائع الصهيونية، وهذه ضربة اقتصادية للصهاينة، بمعنى أن الكلفة السياسية والكلفة الأخلاقية والكلفة الاقتصادية هذه تهدد بشكل كبير جدا إمكانية أن يرجع الصهاينة إلى الحرب. لأجل ذلك سيحاولون انتزاع ما أقصى ما يمكن انتزاعه من المفاوض الفلسطيني. وبالمناسبة نحن نشد على يد هذا المفاوض، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكي ينتزعوا مطالب الشعب الفلسطيني بشكل كامل، وأن لا يقعوا في تلاعبات الصهاينة ومن يدعمهم. يا دكتور رشدي، هل ترى هذه الاعتصامات والمظاهرات والاحتجاجات في الشارع العربي كافية لمساندة إخواننا هناك في قطاع غزة، أم أن هنالك أساليب ورسائل أخرى يجب أن يقوم بها الشارع العربي؟ هو في الأصل الشارع العربي يجب أن يقف هناك في فلسطين، لأن قضية فلسطين كلها برمتها هي قضية الأمة. لولا هذا المنع، لولا هذه الأنظمة المتجبرة التي تمنع شعوبها من التضامن الصادق الكامل بكل الإمكانات المادية والمعنوية والاقتصادية والسياسية والعسكرية لإخوتنا في فلسطين، لولا هذا السد المنيع من أنظمة الجبر، من الأنظمة المستبدة على برقاب المسلمين، لوجدت بأن ملايين شباب المسلمين سيذهبون ليرابطوا هناك في القدس، بل يطرد الصهاينة شر ترضى. بطبيعة الحال ما يمارس الآن، ما يقدم الآن لفلسطين هو الحد الأدنى الممكن، أضعف الإيمان، ما يمكن تقديمه كثير جدا. في هذا الحد الأدنى الممكن هو أيضا مطلوب، لأن هذا الحد الأدنى هو أيضا متابع ومحاصر. كثير من الأنظمة تمنع خروج تظاهرات، وقد رأينا مفتين غفر الله لنا ولهم يحرمون تظاهر مع غزة. وقد رأينا أن بعض الأنظمة تمنع حتى التظاهرات، بل تضرب شعبها حين يخرج التظاهر من الأنظمة العربية. هذه الأشكال التضامن يمكن تطويرها ويمكن تمطيطها ويمكن ابتكار أساليب كثيرة، خاصة في الدعم الإعلامي من خلال نشر مظلومية إخواننا في غزة، من خلال إظهار هذه الصور وهذا الحجم من الدمار. وقد رأينا اجتهادات موفقة في عدد من المواقع الإلكترونية وفي عدد من المواقع المنابر الصحفية. هذا أمر أساسي جدا، لا بد من إظهار مستوى الهمجية الذي يصل إلى الصهاينة، لا بد من انتزاع ورقة الأخلاقية من الصهيونية، لأن الصهيونية قامت أساسا على ورقة أخلاقية أذلت بها الغرب ولا زالت تسترزق بها دعمه لها بشكل كبير جدا. فهذا أمر أساسي جدا، الدعم الاقتصادي، الدعم المادي، الدعم المعنوي، الدعم الذي لا يقال وهو الدعم بالدعاء والدعم بالمدد الإلهي. نسأل الله تعالى أن يثبت إخواننا وأن يقويهم، لأن هذه المعركة ليست الأخيرة ولن تكون الأخيرة، ما زالت معركة تحرير فلسطين مستمرة وممتدة في الزمن. وهو كذلك الدكتور رشدي بويبري القيادي في جماعة العدل والإحسان كان معنا من المغرب الشقيق، جزيل الشكر لك. أعود لك أستاذ جمال، الغرب ما زال يكيل